اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. ازيكم ايها الشباب الحلوين، ايها الزوافين الاساطير، اهلا بيكم في القسم 54 من حكاية هيون او تشوهيون الوحش الاسود. فلو ما شفتوش الاقسام اللي فاتت هتلاقوها في القناة من قائمة التشغيل او في الوصف. وقبل ما نبدأ ومن هنا لاسبوع كامل عندنا رعاية لقناة امبراطورية الانمي. هقول لكم على الحكاية الاسطورية اللي بينزلوها كمان شوية، ما تنسوناش من اللايكات، ويلا بينا نكمل حكايتنا ونصلي على نبينا. وبنكمل بقية الأحداث وبنشوف الشيطانة بتقول له يوم بطلنا انت بقيت غاضب قوي لمجرد شوية كلمات، دي إهانة لسمة بارد الدم مش كده ولا ايه؟ فبيرد هيون كفاية ليه استدعيتيني لهنا؟ فبتقول له الشيطانة أولا ده مش شيء مميز، فزي ما انت عارف مش انت ضعيف جدا، انت عندك حجر الحكمة، جسد التنين فيجورد، كل الحاجات الرائعة دي، لكن كل ده اللي تقدر تعمله كان مشهد قتالك مع الراجل ده بنتك في وقت سابق ممل قوي لدرجة ان انا نمت. مش لازم يكون الموضوع كده ابدا، انت لازم تشتغل بجهد اكبر، بس وقتها هقدر اشبع معدتي الجائعة فيك. فبيتفاجأ بطلنا هيون وبعدها بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه في مكان غريب وبيقول ده مجنون تماما. وبنشوف بعدها فلاش باك صغيرة اثناء ما الشيطانة بتقول هديك فرصة تانية انك تشتغل بجهد اكبر، افتكر دي الفرصة الاخيرة ليك. وبيقول لنا بعدها هيون الشيطان النايمة جوه حجر الحكمة فتح الوظيفة الخفية في الحجر وخلى جسمي يتعافى، حتى استخدام مهارة التجدد مش هيحقق سرعة التعافي دي، ده شعور سيء جدا. وهنا بيدخل شخص بيقول باين انه فصيل تاني بيواصل مطاردة السفينة، لفين لازم نمشي؟ فبيقول له بطلنا في مخبأ مثالي للوضع ده، هنروح لجزيرة بايلوك. وبنعرف بعدها انه عادة ما بتكون جزيرة بايلوك مخفية بآليات دفاع مختلفة، مما بيخلي من الصعب جدا تحديد موقعها. ومع ذلك من خلال تتبع الذكريات عن تواجد بايلوك من خلال تميمة البحر قدر بطلنا يحدد موقعها. الجزيرة اللي استغرقت مضاد السم بايلوك وقت طويل علشان يكملها، دي هي المكان المثالي عشان واحد يستخبى. وبنشوف بعدها السفينة متجهة للجزيرة، وبيقول بطلنا بنفسه بالطبع لا يمكن الدخول ليها ببساطة، فهتتنشط آليات الدفاع بمجرد مرورنا عبر الضباب. وبيطلع بطلنا فيجورد وبيضرب ضربة لقدام، فبتقول له هايدي مش لازم تتحرك كتير كده بالجسد اللي انت فيه. فبيقول لها بطلنا مع انك ذات نفسيكي تعبانة وبتقولي لي الكلام ده. فبتقول له هايدي كنت براي في حالة ملاحقتهم لينا مرة تانية ولا حاجة اكتر. وهنا بتطلع انفجارات كبيرة قدام، وبنشوف هايدي متفاجئة من الحطام وبتقول ما اطلقش هالته بالهواء بس زي ما هو متوقع من شخص مرعب. وبيقول شخص من السفينة الجزيرة استعدوا علشان نرسوا عليها. وبيرسوا كلهم في الجزيرة، وبينزل بطلنا هيون بيتمشى وبيقول باين انه ما تبقاش حاجة من اللي ذكرته المذكرات. فبتقول هايدي مذهل ايه كل ده؟ وبنشوف مدينة كلها فاضية مفيش اي حد فيها ابدا. وبتقول هايدي في شيء غريب، مفيش اي اثر للحياة اطلاقا، في اثار للاكل وكتب مفتوحة في كل مكان، الموضوع وكأنه الناس اختفوا فجأة. فبيقول واحد تاني اي بصوا قدامكم هناك. وهنا بيبص بطلنا للحاجة اللي بيشاوروا عليها، فبيتفاجئ جدا وبيقول الشعار ده مش شعار ارتيا، يعني الجزيرة دي في الاصل تابعة لارتيا. فبتقول هايدي هل في مشكلة ايها المكتنز؟ فبيقول لا بطلنا لا ولا حاجة، ابص انا في الطابق العلوي، انت تحايل من المنطقة السفلية وكمان. فبتقول له هايدي ايوه عايز مني اتاكد من انه محدش يقرب صح؟ مفهوم. وبتروح هايدي كده وهي بتبص لبطلنا بخوف شديد، وبيقول بطلنا هيون بنفسه الوغد اللعين العاهة ده، على الرغم انه ليونت وبهال اتحولوا لعشائر تانية، الا انه بايلوك كان زي ديون احد اكتر الاشخاص مساهمة في تدمير اخي، هو انشأ السم القاتل اللي دمر جسد جونجو وقام بقتل اللاعبين اللي حاولوا يساعدوا اخي. ازاي يجرؤ يستخدم شعار ارتيا؟ لازم الجزيرة اللي اداها له جونجو، انا عايز افجر المكان ده مباشرة، لكن محتاج الاول لمعرفة ايه اللي حصل هنا. مفيش اي ردة فعل دفاعي على وصول غرباء، لكن مش من الواضح كمان اذا كانوا مشوا من الجزيرة ولا لا. طبعا بايلوك مش هيسيب وثائقه وتجاربه الغالية وراه، اذا كان هيمشي لكان دمر الجزيرة قبل ما يمشي ابدا. حصل شيء اكيد على الجزيرة دي، شيء بشكل مفاجئ خلاهم يختفوا كده. وبينزل لتحت وبيلاقي قدامه باب، فلما بيفتح الباب ده بيلاقي عقاقير وجرعات وبوشنز من كل مكان. وبيدي بطلنا الامر لظلاله انهم ينتشروا ويجمعوا كل حاجة، وبيقول لنفسه اللي انا بدور عليه هو
هو هنا، وبيلاقي مكان كده فيه زي مكتبة، والمكتبة لما بيسحب كتاب منها بيتفتح باب خلفي، وبيفتكر بطلنا فلاش باك لاخوه وبيتكلم مع بايلوك وبيقول له انت جهزت تجربة واسعة النطاق على الجزيرة دي صح؟ ايه نوع التجربة اللي بتعملها؟ مش هتحتاج للقدر ده من الموارد علشان ابحاث السموم صح؟ ولكن بايلوك ما بيردش على جونجو، فبيكمل هو لا انا ما بقولش ان الفلوس تم اهدارها، انا بس بشعر بالفضول، ايه هو هدفك النهائي؟ فبيرد بايلوك الانسان السامي. وبنرجع عند بطلنا هيون اللي بيلاقي كل الجرعات والبوشنز الاسطوريه اللي كان بيحاول يعملها بايلوك، قوارير مضاده السم، وبيقول لنفسه كان بايلوك عايز ينشئ انسان سامي عشان يعيد تمثيل اساطير العالم اللي عاش فيه في الاصل، اذ انه على الاغلب هتكون الادويه دي مخصصه لتعزيز القوه المقدسه او البركه المقدسه. وبينده بطلنا على ابوه وبيقول لنفسه اكيد بمعرفتي بيه ربما تكون اكتر من نص القوارير دي سموم مميته. وبيقول لابوه حللهم واديني الاثار والتحذيرات وافصل غير الضروريه منها. فبيقول له ابوه هتبع اوامرك يا سيد المطلق. فبيقول هيون بنفسه خلي الارواح التابعه تتولى امر الابو، اللي تبقى هو الطابقين الثاني والثالث. وبيطلع بعدها وبيقول ربما تكون مجرد غرفه كئيبه. ولما بيدخل بعدها بطلنا على الطابق الثالث لمكتب بايلوك بيضحك ضحكه طويله جدا، ضحكه شريره، وبيقول بايلوك هل كنت عايز تعيش زي البشر كمان؟ انت زرعت لنفسك عش صغير مريح واستمتعت بالمناظر الطبيعيه، ومع ذلك انت خنت جونجو اللي كان صاحبك المقرب. وهنا بيبدا السوار يهتز، السوار اللي كان على ايد بطلنا سوار العاهل الاسود او الملك الاسود. وبيقول بطلنا لنفسه لما حصلت على السوار ده بقت استجابه الاصفاد اغمق، اتغيرت السيطره على الارواح التابعه وقوه الروح الثالثه من البدايه. الاهم من ده الشعور البغيض والكئيب اللي ما بيتوصفش ده. كل ما دورت اكتر عن المجموعه كل ما بقى فهمي ليأس الملك الاسود اعمق. وبيجي اشعار من النظام ازازيل بيراقبك بهدوء بعيون هاديه، بيقترح عليك ازازيل بهدوء انك تتحقق من القطعه الاثريه. فبيقول بطلنا لنفسه اولمبيوس اللي فادوا اثارهم المقدسه ساكتين لحد دلوقتي تماما، ولكن بيتزايد اهتمام ازازيل اللي هو واحد من المبعوثين. ليه ده يا ترى؟ وبيكمل النظام بيستمر ازازيل في انه يقول لك انك تتحقق من القطعه الاثريه ضروري. فبيقول بطلنا ربما لازم اعمل زي ما بيقترح ازازيل، هو كده كده مزعج على اي حال. وبيبص على حزن الملك الاسود وبيقول لنفسه زي ما هو متوقع دي ما بتكشفش عن اي حاجه عن الملك الاسود، لكن انعدام الادله بس في الاغلال. بالنسبه للاصفاد مكتوب فيها في الماضي ما حدش من قدر يوقف ضد قوه الملك الاسود، عشان كده كان لازم يعيشوا في خوف دايم. في النهايه قرروا خيانه الملك الاسود وحبسه في الظلام. بعد ما مر وقت طويل انفجر استياء الملك الاسود، بفضل ده اتحولت الاطارات الثلاثه اللي كانت بتقيده لادوات ليه. التهمت الاصفاد العنصر المقدس لزيوس، والتهمت الاغلال العنصر المقدس لبوسيدون. اذا هل ده بيعني انه بتشير لملوك الاولمبيوس؟ وكده كلمه الخيانه دي هل ملوك الاولمبيوس خانوا الملك الاسود؟ اذا ده بيفسر ليه تم استهلاك الياس والحزن استرابوتريانا، لانه الملك الاسود نفسه بقى معادي للاولمبيوس. اذا هل ده بيعني انهم كانوا في الاصل مقربين؟ جيجو ماتشي، سقوط اورونوس، حرب طرواده. على مر التاريخ شهدت اولمبيوس حروب ملهاش نهايه، وارتفع عدد كبير من الكائنات ووقعوا كائنات تانية. ايه اللي هيحصل يا ترى اذا كان الملك الاسود واحد منهم؟ الملك الاسود هو كيان مرتبط او قريب من الاولمبيوس، وهو كان مرتبط بالموت. وهنا بيقولوا النظام ملك اولمبيوس سانتوس بيرابك، ملك طائفه تشان ملك الجحيم السبعه بيرابك بدراعين، ملك سوميرو نيرجال بينفجر ضحك جنوني ساخر من انك بصفتك فاني مش هتكون قادر تتحمله، شيطان الجحيم هالفيس بيرفرف بجناحيه وبيصرخ كاشف عن جنونه، ازازيل بيراقبك بهدوء، كل ملوك الاموات بيراقبوك، جميع شياطين الموت مستنيين قرارك. فبيقول هيون بنفسه كل الكائنات المرتبطه بالموت بتطمع في الحصول على القطعه الاثريه بشكل كبير. هل بيشعروا بالقلق مع اقتراب من الكشف عن هويه الملك الاسود؟ لازم يكونوا كده. القوه دي على مستوى مختلف عن السحر الاسود او سحر الاموات، ممكن تتحكم بحريه في عدد هائل من الارواح، وممكن حتى تقوي الارواح وتحولها لاتباع. عالم الموت اللي ما سيطرش عليه اي حد من قبل وما اطلقش العنان لقوته لسه بالكامل، دي قوه ملكيه، او بالاحرى قوه بتتجاوز معظم القوه الملكيه.
دي قوة السيادة. وهنا بيجي شرط من ازازيل اللي بيقول ما تشكش في اي حاجة، انت الانسان الوحيد اللي اختاره هو، انت جدير بانك تبقى انسان متسامي، عشان كده اقبل ده، امن بيه واتبعه، هيجي لك المجد في الوقت المناسب. كمان اقبلني، كن مبعوثي، هوديك على الطريق الصح، انا خادمه هو. فبيقول بطلنا ازازيل المبعوث المتغطرس داك بيقول انه بيخدمه كمبعوث كمان، كائن ذو قوة كبيرة ومكانة عالية لدرجة انه هو كان بيتحكم بحاجات كتيرة، بيقول اشياء زي دي. وبيقول النظام سانتو الصامت، ملك الجحيم السبعة الصامت، نرجال الصامت، كيسجاربا الصامت. فبيقول بطلنا محدش بيقول اي حاجة عن تصرفات ازازيل، ده بيان ان كلهم عارفين مين هو الملك الاسود، لكن ازازيل هو مبعوث ملوش اي صلة بالاولمبيوس. اذا هل نظريتي حوالين الملك الاسود اللي مرتبط بالاولمبيوس خاطئة؟ لانه عدم ظهور اي رد فعل لهاديس كمان شيء غريب. كان من المفترض انه يظهر هاديس رد الفعل الاكثر حدة تجاه الموقف ده. هل ده بيان انه هاديس هو الملك الاسود وخانوه اخوته زيوس وبوسيدون، او كورونوس واورونوس اللي خانهم زيوس واتباعه، او لوسيل اللي قطعوا الملوك والشياطين اجنحته؟ يا ترى مين يا ترى؟ عشان اضيق نطاق المرشحين محتاج اكمل المجموعة. قالت ادوارا انه كل قطعة اثرية منهم ما تاخد شكل اصفاد واغلال وطوق على الرابع. من الصدفة الشديدة فالشخصيات المركزية في الاولمبيوس هم كمان 3 ملوك، زيوس بوسيدون وهاديس. بالتالي للحصول على القطعة الاثرية النهائية واللي هي الخوذة او طوق الرابع محتاج العنصر المقدس لهاديس، كايني. عادة ما بتكون العناصر المقدسة مملوكة بس للمبعوثين، لكن مش من الواضح اذا كان مبعوث هاديس موجود في البرج ولا لا. عشان كده لازم الاقي طريقة تانية. اشخاص يعرفوا كايني اكتر، اخوة السايكولوبوس الثلاثة، لازم الاقيهم، فهم اللي صنعوا العناصر الثلاثة لزيوس واخوته. وهنا بيقول له بو سيدي انا جبت اللي انت طلبته مني. فاصل اعلاني بسيط جدا هنكلمكم عنه، عن حكاية فينج، حكاية اسطورية لشاب بينتقل لعالم تاني، ولكن هيكون العالم ده مليان بالاساطير والاباطرة بتوع القتال. هل يقدر فينج انه يحكم ولا هيتم سحقه؟ كل ده واكتر من حكاية اسطورية هتلاقوها في قناة امبراطورية الانمي، وهتلاقوا رابطها في الوصف او من اول تعليق مثبت. وبنروح بعدها عند بنتك اللي بنشوف شخص واقف قدامه وهو نايم، فبيصحى بنتك وبيمسك شخص من رابطه وبيسأل جنرو فين؟ قلت جنرو فين؟ فبيدخل جنرو بيقول له كفاية تنمر على الابرياء يا بنتكي. فبيقول له بنتكي جنرو قلت لك ما تتدخلش في معركتي ابدا. فبيبص له جنرو كده وبيقول له بنتكي انت ماشي. وبيقول لنفسه اهدى لو سمحت لعنادي انه يسيطر عليا هينتهي كل شيء تماما، ان انا ابوظ الموضوع زي ما عملت مع لانا. وبيقول بعدها اذا كان ده قرارك فلازم يكون القرار الصح يا جنرو. فبيقول له جنرو شكرا على تفاهمك يا كابتن. فبيقول له بنتكي لكن دي هي المرة الوحيدة، اياك ثم وياك انك تقف في طريق ابدا تاني. فبيقول له جنرو اكيد يا سيدي. وبيقول بنتكي لنفسه على اي حال دراعي ما بتتعافاش، انا عندي بركة بوسيدون، حتى لو اتدمر جسدي بالكامل لازم اتعافى بالقوة المقدسة. هل ممكن يكون وبعدها بنرجع عند هيون بطلنا اللي بيقول المبعوث يعتبر تجسيد جسدي وروحي، وبالتالي الايد دي مليانة بالبركة المقدسة. وبيجي اشعار من النظام لبطلنا من بوسيدون بيقول له فيه كفاية وقف ما تجروش انك. فبيقول بطلنا كنت عارف افتراس، وبيفعل الافتراس على الايد وبنشوف الطاقة بدأت تتسحب من بنتكي. فبيقول بنتكي لابد ان دراعي ليها طعم لذيذ عليك. ايوه كده لازم يكون الموضوع، كل حتى تشبع يا شرح، كل وازداد قوة وبعدها دور عليا عشان نتقاتل بجنون تاني انا وانت، عايزين نتقاتل بجنون اكبر. وبعدها بيجوا اشعارات من النظام بيقولوا انت حصلت على بركة مقدسة، انت حصلت على بركة مقدسة، انت حصلت على كمية كبيرة من البركة المقدسة. البركة اللي موجودة واللي كانت خاملة بتندمج دلوقتي مع البركة الجديدة، وبتطلع طاقة مقدسة من بطلنا، طاقة النور. وبيقول هو بركة بوسيدون اللي تم امتصاصها بتنتشر في كل انحاء جسدي. كانت البركة المقدسة اقل فعالية من بركة التنين والبركة الشيطانية، لكن دلوقتي لازم تكون كافية. بدأت كل خلية في الجسم تتغير، حتى جسم التنين بيتأثر فيها. من الممكن يكون ايقاظ جسد التنين بالبركة المقدسة موجود، فزي ما بيتزايد فهمي تجاه بوسيدون ده بيان ان انا قادر اتوقع تحسن في مجالات تانية كمان. وبيقول النظام ازداد تقاربك مع سمة المية بمقدار 30، ازداد
تقاربك مع سمة المية بمقدار 25 كمان. فبيقول هيون زي ما هو متوقع، وبيبص بوسيدون لبطلنا بعيون مليانة بالغضب، وبيقول لبطلنا اعمل اللي انت عايزه. وبيقول لنفسه الطابع ده نهر الموتى هي مرحلة حيث كل شيء كان متكون من سمة المية، فامتلاك سمة النار بس كان اشبه بعيب كبير بالنسبة لي. دلوقتي مفيش شيء ممكن افوته. كمان تأثيرات مجرد دراع واحدة بس عظيمة. انا فضولي اكتر عشان اعرف ايه اللي هيحصل لو افترست الجسم بالكامل. استناني وانا جاي لك يا بنتكي. وبعد كده بنشوف نايك طالع بيقول لبطلنا سيدي انت بخير؟ فبيقول بطلنا نايك انا بخير. وبيقول لنفسه باين ان انا ازعجتهم كتير بالاحداث الاخيرة. وبيطلع نيمسيس وبيقول انت يا سيدي مش بتعتقد انك كنت متهور كتير المرة دي؟ من تريتون لظهور فاليس كان في كتير من الاوقات المناسبة عشان تستدعينا، لكنك اخترت انك تقاتل لوحدك وتصرفت بتهور حتى النهاية. راح فين السائر الوحيد الهادي المتزن الذكي اللي انا اعرفه؟ هل نسيت هدفك انتقامك في وسط المعركة؟ فبيقول بطلنا بنفسه مش هقدر اجادل فداء، في حاجة مروعة محاصرة جوايا، ده اشرس من الوحوش ومستني بفارغ الصبر اليوم اللي هيلتهمني فيه. الشيطنة جانب من نفسي مش عايز اعترف بيه. كنت في حالة انغماس بسبب المعركة وفقدت السيطرة. ده ما كانش من الممكن ان انا افكر بعقلانية وقتها. انا شعرت بالاثارة بسبب العدو اللي قدامي وما كنتش عايز يتدخل حد في معركتي. مش لازم يحصل ده تاني ابدا، بغض النظر عن مين بيكون العدو. لازم عقلي يفضل هادي دايما. وبيقول بعدها بطلنا لنيمسيس هعترف انا كنت مخطئ. فبيقول له نيمسيس دلوقتي لما عرفت هل هتفكر في الوضع كويس المرة الجاية؟ احنا جنبيك دايما. فبيقول له بطلنا هحط ده في عين الاعتبار يا نيمسيس. فبيقول له نايك كرونج كفاية ازعاج للسيد، السيد عارف الموضوع بالفعل. فبيقول له نيمسيس ماشي، اسمي مش كرونج اسمي نيمسيس. خلينا نوقف كلام عن ده دلوقتي، الوضع مش باين كويس ابدا. هتعمل ايه بفاليس؟ دي وحش مرعب بيراقبك عن قرب. فبيقول له بطلنا مفيش مشاكل، فانا اتخذت الاحتياطات اللازمة لما هربت من فاليس. فبيسأله نيمسيس ازاي، وهنا بطلنا بيطلع شوية من طاقته وبندخل كده لمكان وبنشوف نيمسيس بيقول هل ده نهر الموتى اللي كنت بتقاتل فيه؟ فبيقول له بطلنا ده بيظهر الوضع الحالي عن بعد. فبيقول نيمسيس فاليس والدوق اراباد، هل زاد عدد الاشخاص اللي جنب ارض الدم كمان؟ مين دول اللي مع اراباد؟ فبيقول بطلنا بالظبط، هو الدوق اراباد استدعى دوقين تانيين وبنشوف القتال ضد فاليس 3 منهم ضدها. وبيقول نيمسيس زي الحركات دي ضد 3 دوقات من ارض الدم، ده مش حتى الجسم الرئيسي بل مجرد استنساخ، وممكن تستخدم القدر ده من القوة. ده مثير للاعجاب زي ما هو متوقع من بنت ملكة الصيف ورئيسة عشيرة كبرى. ازاي بيتم نقل الرؤية دي؟ هل كان عندك زي القطعة الأثرية دي اصلا قبل كده؟ فبيرد بطلنا انا بشارك المشهد من خلال الروح التابعة بتاعتي. فبيستغرب نيمسيس وبيسأله روح تابعة ازاي؟ فبيقول له بطلنا لما حصلت على المساعدة من هايدي وقتها ارفقت روح في ظل الدوق اراباد. فبيقول له نيمسيس تصرفاتك جديرة بالثناء، دي بتخلي كلامي يبان مش ضروري ابدا، لكن ده لوحده مش هيغير الامور. حتى لو سقط استنساخ فاليس هنا فمن المؤكد انها تستمر في مطاردتك بعدين. فبيقول له بطلنا بالظبط، للسبب ده انا محتاج اتاكد انها مش هتقدر تفكر في انها تلحقني ابدا لفترة صغيرة. فبيسأله نيمسيس ازاي، وهنا بيضحك بطلنا ضحكة شيطانية وبيقول مشاهدة القتال بتكون اكتر متعة لما يكون اكبر بكتير. وبنشوف ضربة بتتضرب لاراباد وفي الثانية دي بطلنا بيسيطر على الوضع وبيقول دلوقتي يا كيم اعملها. وبيطلع ظل بطلنا كيم ومباشرة بيطير دماغ اراباد وبيتفاجئوا الدوقات الاثنين اللي معاه من ضربة فاليس دي، عشان هم مش شايفين الظل بتاع بطلنا، هم شافوا انه فاليس هي اللي قتلته. وبتقول فاليس بنفسها هو ايه اللي كان ده من شوية زي ضربة من الظلال. وبيقولوا لها الدوقات التانيين فاليس يا لعينة ازاي تجرؤي تقتلي اللورد اراباد؟ ابدا مش هتتركك ارض الدم ابدا. وبيهجموا الاثنين على فاليس وبتستمر المعركة اكبر. وبنشوف كيم بيقول انا انجزت المهمة يا سيدي، تم حصد روح الهدف، هرجع دلوقتي. فبيقول بطلنا بالظبط انا اشعلت شرارة كويسة ضد بعض، موت دوقه المحبوب والرغبة الشديدة في اكل لحم التنين. ده لازم يكون سبب كافي لامبراطور الشراهة عشان يحشد جيش ضد عشيرة التنين الابيض وقائدته فاليس، وده هيخليهم يفتكروا ان انا لسه في صفوفهم. فبيقول له نيمسيس زي ما هو
متوقع. فبيقول له بطلنا كنت بتقول ايه من شوية؟ فبيقول له نمسيس من المدهش ازاي تقدر تطعن ارض الدم في ظهرهم كده بالطريقة دي، ده شيء مدهش قوي. فبيقول له بطلنا كفاية كلام فاضي، اللي اتخدع هو الغبي. فبيقولوا الاتنين امل انه ما تورثش الشخصية بتاعته دي. وبعدها بنشوف اشعار من النظام بيقول بيمتص فارس الموت كيم روح بقوة عظيمة، بترتفع رتبته وبيبدأ في التحرر من حدوده السابقة، وبتطلع طاقة كبيرة جدا من كيم قدام بطلنا، واللي بيقول انا خليت كيم ياخد روح الدوق اراباد على الرغم انه كان مقموع من قبل فاليس، الا انه كان لسه واحد من الدوقات الاربعة اقرب مساعدين امبراطور الشراهة، كانت القوة اللي بيمتلكها كبيرة. بدا وكأنه مصدوم تماما لما عرف هويته الحقيقية وطبيعة الحادثة قبل ما يتم امتصاصه. ما كانش في اي شعور بالذنب بعد كل شيء، كان واحد من الناس اللي استهدفوا جونجو اخي جنبا لجنب مع امبراطور الشراهة. كانت الرحلة دي كلها مقامرة عمليا، لو ما كانش الدوق مشتت بسبب قتال فاليس او اذا كان كيم اضعف شوية لكانت النتيجة مختلفة. من هنا وجاي لازم ابقى اقوى حتى ما اضطرش اعتمد على الحيل دي، مش انا وبس بل اتباعي ومعارفي كمان. وبيقول النظام تم التطور، اتطور الفارس الموت كيم لنبيل الموت، وبيظهر كيم مرة تانية وبينحني لبطلنا وبيقدم له احترامه. وبعدها بنرجع للسفينة وبنشوف بطلنا قاعد فيها وبيقول بعد اكتمال تطور كيم غادرت جزيرة بايلوك فورا، الاختبار ده ليه حد زمني وحصلت بالفعل على كل اللي انا قادر احصل عليه من المكان ده، وبالتأكيد لمنع اللاعبين التانيين انهم يلاقوها انا فجرت الجزيرة. كان رؤية المكان اللي عاش فيه الحسالة بايلوك بيحترق مجرد مكافأة اضافية ليا، طالما بستمر على الشكل ده فمش لازم يكون في اي مشاكل مع الاختبار ده. دلوقتي كل اللي متبقي هو بنتكي وتريتون. تريتون تعتبر عشيرة بوسيدون، وهو صاعدة خلت اسمها معروف بتتمحور حوالين الطاغية بنتكي. الاعضاء الرئيسيين للعشيرة بيتألفوا من مبعوثين بوسيدون، على وش التحديد بنتكي هو المبعوث الوحيد ليه، البقية هم مبعوثين التانيين اللي هم تحت قيادة بوسيدون. اوريون صياد النجوم، انتيوس اللي بيتمتع بقوة زي هرقل، خرابديس الوحش مبتلع البحر، كلهم تابعين وابناء بوسيدون. من المحتمل انه يكون ده هو السبب ورا الاشارة ليهم في نافذة المهمة على انهم مبعوثين بوسيدون. لو اعتبر مبعوثين الابناء مبعوثين بوسيدون فده شيء منطقي كمان، على الرغم ان انا بقيت اقوى من قبل الا انه لسه من الخطر مواجهة كل من بنتكي وتريتون. الشيء الوحيد اللي كنت محظوظ فيه هو ان انا حصلت على الوقت لمراجعة المعركة الاخيرة مع فارق الوقت، وقدرت ان انا احصل على فهم كويس لبنتكي. عناد ما بيلينش ابدا، اعظم قوة لبنتكي واكبر نقاط ضعفه تقدمه المستمر بغض النظر عن الظروف هو بجد علامة الطاغية. ولكن كل ما كان الشيء اكتر صلابة كل ما اتحطم اكتر لما يتكسر، بالتالي محتاج ان انا الاقي طريقة عشان اكسره. وفوق ده زي المجنون المهووس بالمعارك بنتكي واجهني لوحده بدون اي تعاون من اتباعه، سواء كانت الثقة او الغطرسة فده ما يهمش. فمن الاغلب انه يعمل الشيء نفسه في المرة الجاية وهو بيشتغل لصالحي، والموضوع ده شغال لصالحي انا. لسه في كتير من الوقت قبل ما اضطر اواجه تريتون، خلينا نستعد بشكل اكبر حتى يجي الوقت ده. وبعد كم يوم بيتم الانتهاء من كل الاختبارات وبيلاقي بطلنا انه وصل عند الطابق 29، وكل الناس اللي كانوا معاه على السفينة بيكونوا فرحانين وبيشكروا هايدي انه بفضلها كلهم قدروا ينجوا. فبتفرح هايدي قوي وبتقول لنفسها انا بجد سعيدة قوي، لولا المكتنز لربما كنا كلنا. ولكن هنا بتلاقي بطلنا بيمشي وبتتفاجأ قوي من مشية بطلنا، وبنشوف هيوم بيقول زي ما هو متوقع الارض الصلبة اكتر راحة من السفينة. دلوقتي وصلنا للطابق 30 للمقر بتاع تريتون، لازم ما اقللش من حذري ابدا. وهنا بتيجي هايدي وبتقول له هل هتمشي دلوقتي؟ فبيقول لها بطلنا بالظبط احنا انتهى اتفاقنا مش كده ولا لا؟ هل انا مخطئ بكلامي؟ فبتقول له هايدي لا ده صحيح بس وبتقول لنفسها احنا اتجاوزنا الطابق 28 عشان كده الموضوع زي ما قال المكتنز انتهى اتفاقنا، عشان كده مفيش سبب يمنعه انه يمشي. بس ليه انا عايزه اتمسك بالشخص ده؟ فبيقول بطلنا بنفسه زي ما هو متوقع دي جوهرة نادرة لازم ما يتمش تركها لو غيرت طريقة تفكيرها في المستقبل. هي عندها عيون كويسة قوي وهي بطبيعة الحال بتقود اللي حواليها وبتعتني باصحابها، دي بتمتلك صفات القائد الفطري. وبيقول لها بطلنا في المرة الجاية في المستقبل لو غيرتي رايك يوما ما تعالي ودوري عني. فبتسأله بيقصد ايه بكلامه، ولكن بطلنا هيوم بيتمشى وبيقول لنفسه بصراحة عايز اجندك دلوقتي حالا، ولكن بما انه في كتير من الاعباء عليكي بيعتمدوا
عليك كمان فاتركك لحد الآن. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، وايه اللي هيعمله بطلنا في بنتكي وبقية تريتون؟ كل ده واكتر من احداث اسطورية هنعرفها في الاقسام اللي جاية من حكاية هيون او تشوهيون الوحش الاسود. فلو وصلتم للنهاية دي من الفيديو فانتم اساطير الاساطير، واكتبوا لنا في التعليقات موجة طاقة وبس. ما تنسوناش من اللايكات، الاشتراكات، ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم تذكروا الله، وفي الاخر ما تنسوش يا شباب تروحوا تشوفوا حكاية فينج الاسطورية. عايزكم تروحوا تشوفوها وتقولوا له ان احنا من طرف الامبراطور زوفان، وتدوهم لايكاتكم وتوصلوا الفيديو ده ل 10,000 لايك. اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا على المشاهدة والسلام.